السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. زلزال عسكري يهز نفوذ الإمارات جنوبا والقبائل تتقدم. رصاصة الغضب الأولى. حضرموت تنتفض وتعيد رسم المعادلة. حضرموت تشتعل، القبائل تكسر خطوط النار وتعلن ساعة الصفر ضد الاحتلال. انفجار الشرق اليمني يتحول إلى ساحة مواجهة مفتوحة، والقبائل تتحرك والتعزيزات تفشل في إخماد النيران. رسالة بالدم: لا سيادة مع الاحتلال ولا أمن مع الوصاية. حضرموت على فوهة بركان، والعد التنازلي بدأ بالفعل. بداية النهاية: اشتباكات عنيفة وتفكك أمني غير مسبوق. على فوهة بركان حقيقي يقف شرق اليمن بعد أن دخلت محافظة حضرموت أخطر مراحل التصعيد العسكري منذ سنوات، في مشهد ينذر بانفجار شامل قد يمتد من الساحل إلى عمق الصحراء ومن المدن إلى خطوط الإمداد الاستراتيجية في لحظة فارقة تعكس حجم الغضب الشعبي والقبلي المتراكم ضد الوجود الإماراتي وأدواته المحلية. التفاصيل في الخبر العاجل والحصري من حضرموت، حيث أفادت مصادر ميدانية موثوقة وشهود عيان باندلاع مواجهات مسلحة عنيفة وغير مسبوقة إثر هجوم واسع وشامل شنه مقاتلو قبائل حضرموت، استهدفوا فيه واحدة من أخطر وأهم النقاط العسكرية التابعة لما يسمى بقوات المجلس الانتقالي الجنوبي والمدعوم مباشرة من أبو ظبي. الهجوم الذي وقع في توقيت بالغ الحساسية لم يكن بحسب توصيف المصادر القبلية اشتباكا محدودا أو حادثا عابرا، بل بداية لعملية تطهير واسعة تهدف إلى اقتلاع النفوذ الإماراتي من مفاصل المحافظة، وإنهاء ما تصفه القبائل بمرحلة الاحتلال والنهب المنظم للثروات. خسائر وارتباك وانهيار أمني. المعلومات الواردة من قلب الحدث تؤكد سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الانتقال وسط حالة من الفوضى والارتباك الأمني، حيث رصدت سيارات الإسعاف وهي تتدفق تباعا لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة في ظل استنفار طبي وقبلي غير مسبوق يعكس حجم الضربة التي تلقتها هذه القوات. الكاميرات الميدانية وثقت مشاهد الهلع والانهيار مع انسحاب جزئي لبعض الأطقم وغياب واضح للقيادة والسيطرة، في وقت كانت فيه القبائل تمسك بزمام المبادرة وتفرض إيقاع المعركة على الأرض. تعزيزات الضبة محاولة إنقاذ متأخرة في تطور دراماتيكي يكشف عمق الأزمة. أكدت مصادرنا تحرك تعزيزات عسكرية ضخمة وتابعة للمجلس الانتقالي انطلقت على عجل من قاعدة الضبة الاستراتيجية واتجهت بسرعة قصوى نحو مدينة الشحر في محاولة يائسة لإنقاذ الموقف ومنع سقوط المزيد من المواقع العسكرية بيد المقاتلين القبليين، إلا أن هذا الحشد المقابل وفق تقديرات ميدانية لا يوحي بالسيطرة بقدر ما ينذر بحرب شوارع مفتوحة قد تمتد لتشمل مناطق واسعة من ساحل حضرموت في سيناريو بالغ الخطورة، خصوصا مع دخول العامل القبلي بثقله الكامل. مصادر محلية تحدثت عن اشتباكات إضافية بعد صلاة المغرب عند خطوط الإمداد القادمة من الساحل باتجاه المرتفعات، حيث وقعت قوة عسكرية في كمين محكم داخل إحدى المناطق الجبلية، ما أدى إلى تدمير أطقم ومدرعات وسقوطها بيد المقاتلين في مشهد أعاد للأذهان ضربات صنعاء النوعية في أكثر من جبهة. ما يحدث اليوم وفق محللين ليس مفاجئا، بل نتيجة طبيعية لشهور طويلة من الاحتقان والغليان الشعبي والقبلي، حيث ترى قبائل حضرموت أن الوقت قد حان لاستعادة السيادة على الأرض والثروة وإنهاء مرحلة الوصاية الأجنبية التي تتهمها بالسيطرة على النفط والموانئ وتهميش أبناء المحافظة. الهجوم الأخير يمثل رسالة سياسية مخضبة بالدماء مفادها أن المعادلة في حضرموت تغيرت جذريا، وأن لغة السلاح باتت كما تقول القبائل هي الخيار الوحيد لردع سياسة الإخضاع والتبعية. الساعات القادمة توصف بأنها الأخطر والأكثر حساسية في ظل استمرار التحشيد واتساع رقعة الاشتباكات وغياب أي مؤشرات على التهدئة.
فهل ستنجح تعزيزات الضبة في إخماد هذه الانتفاضة القبلية المسلحة، أم أن حضرموت تدخل مرحلة جديدة عنوانها التحرير بالقوة على خطى ما صنعته صنعاء في معركة السيادة؟ صنعاء تراقب والمعركة واحدة. ما يجري في حضرموت بحسب مراقبين يصب مباشرة في مسار كسر المشروع الإماراتي في اليمن، ويؤكد أن جبهة الرفض تتوسع، وأن خطاب صنعاء حول الاحتلال ونهب الثروات لم يعد مجرد موقف سياسي، بل واقعا ميدانيا يتجسد بالسلاح. مكملين معاكم، لسه معانا أخبار نارية وخطيرة، لكن قبل ما نكمل دعم الفيديو باللايك والاشتراك، وشاركنا بالتعليق أسفل الفيديو بكتابة رأيك، وشير الفيديو في كل مواقع التواصل الاجتماعي. منذ أسابيع قليلة بدأت المنطقة وكأنها تعيش هدنة هشة، خطوط التماس صامتة والتحليلات تتحدث عن فرصة استقرار، لكن تحت السطح كانت العاصفة تتكون ببطء حتى انفجرت التصريحات وتحركت القطع البحرية وعادت الطائرات لتخترق سماء البحر الأحمر، كأنها تعلن أن المسرح يعاد فتحه من جديد. اليوم لا تتعامل المنطقة مع شرارة حرب عابرة، بل مع ملف يضغط على الخليج ويستنزف الكيان ويقلق واشنطن ويعيد خلط حسابات المنطقة بالكامل، وكل خيط من خيوط هذا الملف يقود إلى اليمن، إلى صنعاء تحديدا. في بيان أثار ضجة واسعة ظهر القيادي في المكتب السياسي لحكومة صنعاء علي القحوم، وهو يعلن بلهجة لا تحمل مساحة للتراجع. وعد القائد سينفذ، والمفاجأة الكبرى تنتظر الرياض، وجهزنا أكثر من 500 ألف مقاتل لساعة الصفر. وعد القائد سينفذ. لم تكن الرسالة مجرد ضغط إعلامي، كانت إعلانا مباشرا بأن أي رهان سعودي على دعم أمريكي أو من الكيان لن يغير أي شيء، وأن تراكم الخبرات في 10 سنوات من الحرب جعل صعدة وصنعاء تريان أن اليد العليا أصبحت أقرب مما يظنه خصومهم. في المقابل ترصد تل أبيب هذا الخطاب بقلق شديد. موقع واينت العبري نقل تقديرات واضحة: أي مواجهة قادمة ستشهد زيادة 4 أضعاف في عدد الطائرات المسيرة والصواريخ الفرط صوتية القادمة من اليمن، وأن قدرة الحركة على إعادة تشكيل ترسانتها بعد الاتفاق الأخير أسرع مما توقعته الاستخبارات في الكيان. العبارة التي هزت المؤسسات العسكرية جاءت في تقريرهم الأخير: أدوات الردع لم تعد كافية، اليمن لم يعد جبهة ثانوية. وبعد أشهر من الانسحاب النسبي للقطع البحرية الأمريكية عقب الهدنة، تفاجأ المراقبون بإعلان القيادة المركزية الأمريكية عبور المدمرة الصاروخية روزفلت قناة السويس باتجاه البحر الأحمر. هذه ليست مجرد سفينة، هذه واحدة من القطع التي تعتبرها واشنطن مفتاح التوازن في أي تصعيد. سكاي نيوز أكدت أن المدمرة ستتمركز بالقرب من سواحل الكيان، وسط مخاوف من هجوم يمني مباغت على موانئ تل أبيب أو منشآت حيوية بالبحر الأحمر. وفي واشنطن يدور نقاش ساخن داخل البنتاغون: هل ستستخدم الولايات المتحدة المدمرة للضغط على صنعاء، أم ستكتفي بالدفاع عن الكيان؟ أم أن واشنطن تمتلك معلومات استخباراتية عن تهديد كبير يتم التحضير له في اليمن؟ عودة القطع البحرية الثقيلة مش مجرد خطوة عابرة، بل إعلان أن الهدنة انتهت تماما. الخبر الذي أربك وزارتي الدفاع الأمريكية والإسرائيلية جاء من وكالة رويترز للأنباء، فقائد السرب 34 الأمريكي كشف أن مقاتلة F-35 قد تعرضت لأول مرة منذ 20 عاما لإطلاق صواريخ دفاع جوي حرارية فوق سماء صنعاء. هذا الاعتراف ليس بسيطا، والفكرة أن F-35 تسوق عالميا باعتبارها الشبح غير القابل للاعتراض، وإذا كانت صنعاء بكل محدودية مواردها نجحت في كشفها واستهدافها بشكل مباشر، فذلك يفتح باب الأسئلة حول منظومات غير معروفة استخدمت في العملية. الأمر دفع الاستخبارات الأمريكية لفتح تحقيق عاجل لمعرفة نوع المنظومة التي استخدمتها قوات صنعاء، وهل وصلت هذه الأسلحة من دولة إقليمية؟ هل
هي تطوير محلي مبني على خبرات إيرانية؟ وما هو مستوى القدرة التقنية الذي وصلت إليه القوى الصاروخية اليمنية خلال السنوات الأخيرة؟ هذا التطور وحده كفيل بأن يعيد رسم خريطة معركة السيطرة الجوية بالمنطقة بالكامل. وفي الجنوب اليمني تتحرك لعبة أخرى صامتة لكنها شديدة التأثير. سكاي نيوز تحدثت عن وصول 3 شحنات أسلحة إماراتية جديدة إلى شبوة محمولة عبر ميناء بالحاف تحت حراسة مشددة لتسلمها لقوات العمالقة التابعة للتحالف العربي. التوقيت ليس عاديا، فالتحالف يضخ السلاح بينما الشمال يرفع مستوى التأهب العسكري، وبينما المملكة تفاوض وتبحث حلولا سياسية تضخ الإمارات معدات قتالية متطورة في الجنوب. هذا التناقض يفتح الباب لأسئلة كبرى. هل هناك اختلاف بين الرياض وأبو ظبي بشأن إدارة الملف اليمني؟ وهل الإمارات تريد تعزيز نفوذها في الجنوب لمواجهة أي صعود حوثي مفاجئ؟ أم أن هناك ترتيبات عسكرية استعدادا لاشتعال قادم لا يعرف أحد شكل حدوده؟ الإعلام العبري أيضا لا يخفي القلق. أجهزة الأمن الإسرائيلية بدأت تتعامل مع اليمن باعتبارها جبهة لا تقل خطورة عن الجبهة الشمالية. فآخر تقرير وصل من شعبة الاستخبارات العسكرية للكيان تحدث عن زيادة الجودة التكنولوجية للصواريخ اليمنية وتحسين دقة الإصابة بنسبة وصلت ل 300% عن السنوات السابقة، وقدرة الحركة على إطلاق صواريخ فرط صوتية لمسافات تتجاوز 2000 كيلومتر. والتقارير وصف الجبال اليمنية بأنها أصبحت مصنع صواريخ مفتوح لا يمكن مراقبته، وأن الكيان أصبح يعتبر البحر الأحمر الخاصرة الأكثر صعقا. الرياض لم تصدر تصريحات مباشرة ردا على هذه التهديدات من صنعاء، لكن معلومات دبلوماسية مسربة في أكثر من صحيفة عربية ودولية أشارت إلى تحريك وحدات دفاع جوي إضافية قرب الحدود الجنوبية، وأن هناك طلب دعم استخباراتي من واشنطن ولندن لتتبع النشاط الصاروخي اليمني، وهناك اتصالات خلفية مع سلطنة عمان لمحاولة امتصاص التصعيد. لكن الرسالة الحوثية هذه المرة كانت واضحة، أن أي دعم خارجي لن يغير المعادلة. ما تسجله أجهزة اعتراض الاتصالات في المنطقة يشير إلى زيادة حركة الطائرات بدون طيار في سماء البحر الأحمر، وأن هناك ارتفاع في مستوى الاتصالات بين البحرية الأمريكية وبحرية الكيان، وأن هناك نشاطا غير معتاد لطائرات الإنذار المبكرة الأمريكية E3 فوق الخليج العربي. كل هذا يعني شيئا واحدا: نحن أمام إعادة فتح كامل لملف المواجهة هذه المرة لا تبدو محلية بل مترابطة على 3 محاور: المحور اليمني السعودي، والمحور اليمني والكيان، والمحور الأمريكي الإيراني. المنطقة كلها تتحرك، والشتاء لن يكون هادئا تماما. داخل أروقة السياسة الدولية ينظر إلى الملف اليمني الآن باعتباره أخطر من الاشتباكات المتقطعة بالقطاع المحتل أو المعارك الممتدة في سوريا أو التوتر مع حزب الله في الجنوب اللبناني. والسبب بسيط: اليمن يمتلك القدرة على ضرب الكيان مباشرة، وعلى تعطيل الملاحة الدولية، وعلى تهديد عمق المملكة العربية السعودية. والأخطر أن قدرة صنعاء على التعافي العسكري تتجاوز ما تتوقعه كل أجهزة الاستخبارات. كل التقارير تشير إلى شيء واحد: المواجهة قادمة، وأكبر من مجرد ضربات متبادلة. مدمرات تتحرك، صواريخ تتطور، حشود تعلن، وتحالفات يعاد ترتيبها. صنعاء تقول إنها جاهزة، والرياض تراقب وتحصن دفاعاتها، وتل أبيب في قلق غير مسبوق. واشنطن تعود سريعا إلى البحر الأحمر وكأنها أدركت أن الانسحاب كان خطأ استراتيجيا. الجميع يعرف الآن أن الحرب لم تنتهي، بل عادت إلى الواجهة بقوة أكبر من أي وقت مضى.